ما الذي يواجهه اليوم الدولي الجزائري يوسف عطال في القضاء الفرنسي؟ ربما ما هي العقوبات؟ هل سيتعرض إلى السجن أو الحبس في هذه القضية التي رفقت ليوسف عطال؟ طبعا لا نتعجب من هذه المتابعة ضد اللاعب الجزائري، لأن بنزيما لاعب فرنسي اتهم بالإرهاب عندما لبس لباسا خليجيا فقط. إذا ليس بالعجب أن يتابع يوسف عطال بموجب قانون تم سنه في فرنسا، يعاقب على معاداة السامية، وتم توسيعه أو سيتم توسيعه مستقبلا لمتابعة كل من يتهم بمعاداة الصهيونية أيضا، لتصبح الكلمتان مترادفتان. الآن نحن أمام متابعة قضائية، حتما هناك شكوى قدمت من طرف ربما رئيس بلدية نيس، أو بناء على قيام الادعاء اللي هو النيابة بفتح ملف تلقائيا ومتابعة اللاعب بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز. طبعا القانون في فرنسا كما كثير من القوانين المحلية تعاقب على هذا الشأن، وهذا أمر مقبول جدا في كل بلد، لأن كل التشريعات وكل الدول تعاقب على من يحرض على الكراهية والتمييز. ولكن من وجهة نظر قانونية خالصة بدون أي تحيز، نشر منشور لشخص مهما كانت وظيفته، عالم دين أو رجل سياسة أو مواطن بسيط أو أحد المشاهير، لا يعتبر تحريضا على الكراهية والتمييز، لأنه قانونيا هناك عناصر تشكل هذه الجريمة. ولكن هكذا الغرب وهكذا هذه الديمقراطيات المزيفة التي تشجع على حرق المصاحف والإساءة لكل ما هو مسلم